ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقوني 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 بسرعه. لو انا قاعده كده ولا بيا ولا عليا، لقيت باب الشقه عمال يترزع ويتخبط عليا. انا خفت، فقلت يا ترى هو مين؟ طب مين جاي لي دلوقتي؟ والشقه زي الزفت كده، والشقه زي ما انتوا شايفين قاعدين بقى، والعيال واخده راحتها وقاعده تلعب. فقلت لا والله ما انا فاتحه. ومرضناش نرد نشوف مين على الباب، قلنا نحد بسرعه ما نروق المكان. ما احنا كنا قاعدين كده. ايوه، امال ايه؟ امال اللي هيدخل عندي هيقول ان احنا مش نضاف وقاعده كده، قاعده على الموبايل وسايبه العيال كده مبهدله الشقه ومكركبه الشقه. كل ده والباب بيخبط. قلت له يلا يا ياسين بسرعه، هنقوم نشيل كل الدنيا دي ونرص الدنيا تاني ونرجعها زي ما احنا لحد ما نظبط الدنيا. مش هنفتح باب الشقه غير لما نكون مخلصين كل حاجه ورانا. المهم هنا بقى نفضنا المربوعة كويس حتة حتة، ورحنا جايين شايلين الحافظة اللي كانت موجودة على الأرض دي. كل ده والباب لسه بيخبط، الباب عمال يتكسر ويترزع، ما نعرفش مين، واحنا ولا كأننا هنا ولا بنرد ولا هنرد اصلا غير بعد ما نخلص المكان اللي احنا فيه. امال اللي هيدخل عندنا يقول ايه بقى؟ فرحنا جايين شايلين كده بسرعة. قلت له يلا يا ياسين بسرعة بسرعة شيل شيل. يعني انا ولا كأن كنا قاعدين فين، انا مش عارفة. العيال مبهدلة الدنيا، مع ان اللي دايما دايما اللي بيجي يخبط علينا تبقى الدنيا نظيفة والدنيا متروقة، وما يجيش ما يجيلناش ضيوف غير لما الدنيا تبقى متبهدلة حوالينا كده. المهم طبعا دخلت الأوضة عقبال ما خليته يشيل وكنست، ورحت جايه كب حبة مية وشدهم كده بالشرشوبة بسرعة. دخلت لقيت الدنيا مكركبة في الأوضة وكل ده والباب عمال يخبط، وقلت برضو مش هفتح الدنيا. طبعا كنت لما هدوم ومطبقة وبرص الدولاب، وعيالي كل شوية كل ما حد ابني كل ما يخش يدخل يجيب حاجة من الدولاب يبهدل الدنيا ووقع الهدوم على الأرض. أسيبه كده وافتح؟ قلت لأ طبعا. المهم روقنا المربوعة وفرشناها وظبطنا الدنيا كده، وفرشت الحافظة دي وشلت الحافظة التانية، ورجعنا كل حاجة مكانها، ورشيت شوية معطر وحطيت دوني على الأرض وسحبتهم، وخليت الدنيا كده ايه زي الفل، وشغلت القرآن. امال ايه؟ امال اللي هيخش عندي هيلاقي الدنيا متبهدلة كده؟ لا طبعا. كل دوت والباب عمال يخبط، يعني اللي على الباب عمال يكسر في الباب، وهو عارف ان في حد جوه، يعني في صوت اصلا، وانا كل ده ما بتكلمش ولا كأننا كنا موجودين او انا كنت موجودة، والباب عمال يترزع ويتخبط. قلت لا طبعا مش هفتح برضو غير لما ايه اروق الشقة. طبعا جريت على الأوضة، خلصنا هنا بقى كده وفرشناها. قلت اول حاجة فرشة اللي هي المربوعة اللي احنا قاعدين فيها، عشان دي اول حاجة باب الشقة عندها، يعني اللي هيدخل تلقائي كده هنا وهيقعد هنا. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده، خلصت هنا وفرشناها ورشينا معطر وظبطنا الدنيا كده وغيرنا المود بتاع الشقة بالنسبة للجو ده. ادخل بقى على الأوضة اسكت؟ لا ما اسكتش. رحت جايه داخله ظبطت الدولاب وظبطت الدنيا. طب اعدل الملايات؟ لا، من المفروض ان انا اعدلها بقى واخلص نفسي. لا، بفتح على نفسي فواتيح ليه؟ انا مش عارفه. رحت جايه شايله الملايه وسبت الواقي بتاع المرتبه، الحافظات بتاعه المرتبه دي، وهشيل التانية، ورصيت الهدوم اللي كانت مليانه الدنيا على السرير دي، رصيتها وظبطتها، وحطيت الدولاب ورصيت الدولاب. وقلت اشيل بقى كل الدنيا دي واحاول الم، يعني لم كده حواليا. يعني انا قلت كل ما اجي اقول هروق ترويقه كده بسرعه على الوش، بلاقي حاجه تانية طلعت لي وحاجه اتفتحت في الموضوع. المهم زي ما انتم شايفين كده طبعا منظر السر عامل ازاي. انا كنت شايله اول حافظه، وكنت هشيل كنت شايله اول واقي والملايه بتاعته، وكنت هشيل الملايه التانية. طبعا لقيت الباب عمال يترزع برضه على باب الشقه، وانا قلت ولا احنا هنا ولا هرد ولا اي حاجه. المهم زي ما انتم شايفين بقى كده، دخلت على الدولاب ظبطته رصيته وظبطت الدنيا. بصوا بصوا بقى، بصوا مكركب ازاي. حتى لما ابني بيجي يجيب فوطة بيتشعلق كده ويتسلق على الدولاب لحد ما يبهدل لي الرصة اللي انا رصاها. ادي هدومهم، بصوا دولابهم عامل ازاي. طبعا بقى اللي هيدخل عندي هيلاقي الدنيا مكركبة كده هيقول عليا ايه؟ لا طبعا والله ما انا فاتحة باب الشقة غير لما اخلي الشقة دي فلة. بصوا بقى كده، هرجعه فلة في ثواني في ثواني في ثواني، هرجعه زي ما كان مرصوص. بصوا هنا برضو كنت رصاه، يعني هنا انتوا واخدين بالكم ان انا رصه الدولاب رصه محترمه. وحاطه كل حاجه لوحدها، يعني هدوم الخروج لوحدها، الهدوم البيتي لوحدها. فوق طبعا كنت بحط الحافظات هنا شيء باقي الحافظه التانية. فرحت جايه مظبطاها بقى كده بسرعه بسرعه، رجعت زي ما كان تاني، حطيت كل حاجه مكانها. وهي اصلا كانت متطبقه، اللي سهل عليا ان الهدوم كانت متطبقه بس كانت متنعكشه. دي هدومهم. وطبقت هنا طبعا الفوط والملايات حطيتها تاني زي ما كانت، والبشاكير. ورحت جايه نازله تحت بقى مظبطه الدواليب بتاعتهم، الضلفتين اللي تحت كل واحد ضلفته زي ما هو.
وكان عندي طبعا شوية هدوم لميتها وطبقتها وظبطت الدنيا ولميت الدنيا على قد ما اقدر، بحيث ان اللي يجي او يدخل عندي، افرضي دخلت الاوضه ولا افرضي ضيفه وكانت هتبات عندي ودخلت الاوضه وفتحت الدولاب، هتلاقي الدولاب كده وتلاقي الدنيا كده، لا طبعا ما ينفعش. بصي بقى كده، كده انا رصيت وظبطت الدنيا. نيجي بقى هنا ايه، رحت جايه شايله الملايه دي ونفضت كده الواقيات، الحافظات بتاعه المرتبه، ورحت جايه بقى فرشها فرش تاني. هنا بقى خلاص كنت كنست الاوضه ولميت الحاجات اللي فيها، ولعب لعب في كل حته، اللعب متنطوره في كل حته، كل ما امشي اتكعبل في لعب، امشي في الاوضه في لعب، امشي في المطبخ اتكعبل في لعب. يعني بجد يعني حاجه صعبه والله، ربنا يبارك لنا في اطفالنا. بس فعلا اللي عندها اطفال هتحس بيا، هتفهم انا قصدي ايه. هنا بقى طبعا كنت خلاص كنست ورحت جايه فرشه السراير، ورحت جايه مسحه كده وملمعه الاوضه كده تلميعه على السريع. كل ده والباب عمال يترزع عليا وتخبط، بيخبط، انا هموت واعرف مين، على قد ما انا هموت واعرف مين، بس في نفس الوقت خايفه. يعني خايفه افتح ويخش كده يلاقي شقتي مكركبه والبيت مكركب والدنيا زي الزفت، مع ان والله انا على طول بيتي نضيف وايدي فيه. بس طول ما عندي اطفال انا بروق اوضه، مسافه ما اطلع الاوضه التانية الاقي السرير دوت بقى، بصوا الملايات على الارض. يعني بجد الله يكون في عوننا والله. طبعا اللي جاي مش هيعرف كده، مش هيعرف ان احنا لسه مروقين ومنضفين وفي اطفال بتبهدل الدنيا كده. لكن احنا اطفالنا يعني مش عارفه اقول ايه، الله المستعان. هنا بقى خلاص خلصت الاوضه دي، اوريكم بقى الاوضه التانية. خلاص كل ما اجي اقول هفتح الباب لقيت الصوت هدي شويه، قلت بس الحمد لله ادخل على الاوضه التانية على طول. ويمكن اللي خبط مشي او زهق مثلا ومشي، مش هيلاقي حد يرد عليه. يا دوبك اول ما دخلت الاوضه وبقول بسم الله الرحمن الرحيم وبلم الدنيا كده وبشيل الملايه وبكنس الارض، لقيت الباب عمال يترزع ويتخبط تاني. انا مش عارفه بصراحه هو في ايه، يعني اللي على الباب مصمم ان هو يدخل، مصمم. الله المستعان بصراحه، ربنا يستر بقى ويطلع حد يعني مش غريب، ويكون يعني بعد كل التعب دوت يكون حد يعني كويس احنا بنحبه. بصوا بقى هنا كده خلاص، شلت بقى هنا الحافظات. انا ما فرشتش حافظات ولا فرشت اي حاجه غير الحافظه بتاعه الصاله، لان الجو حر نار والاوضه حر جدا. فشلت بقى الحافظات وكنست ولمعت اوضه النوم وفرشت الدرابيه الصيفي دي، وبس كده خلصت الدنيا. ولمعت هنا وبالملمع بتاع الازاز الجلانس، لمعت المرايه زي ما انتم شايفين كده، وظبطت الدنيا وظبطت الاوضه. بس كده اللي يجي بقى يلاقي بيتنا نظيف، يلاقي بيتنا حلو. في مثل بيقولك ايه، اكنس بيتك ورش وما يعرف مين يخش. فعلا المثل ده صح جدا صح جدا. انا في الوقت ده اصلا كنت لسه صاحيه من النوم وعايزه كده الم الدنيا حواليا، كل ما اجي اقوم ادخل اوضه الاقي العيال دخلت ورايا، راح جايه طالعه تاني قاعده، فبكسل. لا بجد بجد الموضوع كله بسيط، ما خدش مني يعني على الموضوع كله على بعضه ساعة. يعني ترويق الاوض والصالة وكله ما خدش كله على بعض ساعة، طبعا كل ده والضيف اللي على الباب قاعد يخبط. اشوف بقى، راح اشوف مين وارجع لكم تاني. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي.